سلام أهلين لي فين شاء الله كامل راكم بخير وصحتكم لاباس والحمد لله. أهلا بكم في قناتي واللي هي قناتكم. اليوم حنشارك معكم تحضيرات رمضان، حنحط لكم قداه من جزء. اليوم حنديروا طريقة الاحتفاظ بالطماطم لأطول مدة. هذه الطريقة راهي هايلة وحتنقص عليكم الوقت، وايضا يعني في رمضان حنديروا يعني قداه من حاجه سما الوقت ما يكفيناش، على الاقل نسيو ونقصوا شوي. هذوك اصحاب لي كومونتات احنا ما نخبيوش منا، كل واحد واش يحب يدير، وهذا راي شخصي. كاين اللي يحب يخبي وكاين اللي ما يحبش يخبي، ولا سمعنا نتقبلوا رأي الآخرين وطريقة العيش تاعهم. كل واحد وظروفه، كاين اللي خدامة، كاين اللي ما تقدرش، كاين حتى الكبار. هذه يعني المهمة راح تسهل عليها الوقت وتنقص عليها الخدمة في رمضان. كما على بالكم بلي رمضان يعني فيه الخدمة بزاف، على بالنا بلي حين نخدمو وحين نديرو، بس على الأقل واحد يخبي وكل واحد وظروفه، واحد ما يعرف ظروف الآخر. المهم حنجيب كمية تاع طماطم نغسلها ونقطرها، ونجيب يعني برمة كبيرة نقطع كمية تاع الطماطم أو كل اللي يكون غسلتها بالطريقة هذه بشكل عشوائي. هذه هي الكمية اللي عندي أنا. كاين اللي عندهم كثر تقدروا يديروا زوج برم كيما هكذا وحطوها على نار تكون متوسطة بها طيبنا بعقلها وما نغصبوهاش. حنديرو كإضافة اللي هو ملح، ملعقة صغيرة تاع ملح ما تكثروش، وأيضا حنزيدو معاها فصوص تاع ثوم. ثم حيزيد لها بنة على بنة، نقطعهم قطع صغار ونخلي عليها طيبنا براحتها. ساعة على ساعة نستعدها ونحركو من تحت للفوق. ومن بعدها كي تنشف نخليو فيها شويه ما ماشي حتى تنشف لنا خلاص. حنجيب بولبرا ميكسور تاعي ونبدا يعني نرحي فيها. راح تسترحى مليح برا ميكسور، احسن طريقه اللي راح ترحيها لكم مليح. ومن بعد ما نرحيها دوك نصفيها. هذه بعد ما ترحات ما شاء الله جات هايله. شوفوا كيفاه القوام تاعها. وايضا دوكا حنديرو طريقه ثانيه اللي هي راحين نصفيوها بهذوك القشور الكل يتنحوا لنا، وايضا تبقى لنا غير الطماطم يعني وتجينا خفيفه. شوفوا كيف راني درت انا حكمتها يعني. درت يعني كسكاسه وراني نصفي فيها نحركها هكذا. الطماطم تهبط لنا تحت والقشور يقعدوا لنا الفوق نطيشوهم. دوك نوري لكم كيف يعني القشور. هادو هما القشور والطماطم راهي هبطت تحت. تجيبوا كشمعة بس هكذا تكون واسعة باه تطيح فيها الطماطم. شوفوا يا البنات، هذه هي الكمية اللي خرجت لي. شوفوا القوام تاعها جات روعة. شوفوا كيفاه وجات خفيفة. بيسكو القشور نحيناهم يعني. كاين اللي يرحيها بالبرا ميكسور ويخلي عليها مع القشور ما يصفيها ما والو، كل واحد وكيفاه. انا صفيتها. حنجيبوا لي بواط، لا عندكم تاع هكذا بلاستيك ديرو، لا عندكم تاع الزجاج ديرو. بسكوت طماطم ما هي راح تفسد ما والو. راح نعمرو لي بواط تاعنا وكل. هذه خرجت لي يعني كميه مليحه. ومنيش حننساكم حبوباتي، حنشارك معكم قداه من جزء. اللي ميش مابوني قناة تروح تابوني وتفعل الجرس باش كي نحط فيديو يوصلها هي الاولى. او ايضا يعني بارطاجيو لي فيديو تاعي مع صحاباتكم وحبايباتكم. حنشارك معكم تحضيرات رمضان، ايضا وصفات سهله واقتصاديه. حنشارك معكم تحليات ايضا سهله بمقادير يعني تكون مضبوطه.
وأيضا يعني مقادير موجودة في أي بيت جزائري. سما حوايج اللي تكونوا بسيطين هكذا حنشارك معاكم كل سيرتو في رمضان. راني راح كل يوم نحط لكم وصفة وأيضا حاجة جديدة، سيرتو للمبتدئات واللي ما يعرفوش، واللي تحب يعني وصفات تكون سريعة وتكون يعني يكون فيديو شورت تروح لتيك توك تاعي راهو فيه كلش. وايضا يعني حتى دايره فيه تصاور معناها بالصور تشوفي لا فوتو والكتبه. كاين اللي يحبوا لي فيديو صغار ما يحبوش فيديو كبير بزاف باسكو يملوا، يحبوا حاجه اللي تكون خفيفه خفيفه. المهم بعد ما نكون عمرت لي بواط تاعي راح نسكرهم ونحطهم في المجمد، رايحين يقعدوا لك مده طويله تاع فايته شهر، رايحين ما يفسدوا ما يصالهم والو. هذيك اكل كميه اللي خرجتها لي. شوفوا يا البنات الحمد لله راح تكفيني. الى اللقاء في فيديو اخر، ما تنساوش جيم لا فيديو كومنتير باهي. الى اللقاء.